نهار أبيض! لسه في ناس بتسلق الكرنب غلط؟ أيوه، في ناس لغاية دلوقتي بتسلق الكرنب غلط. اسمعوني بس وقبل ما تحكموا وتردوا عليَّ، اسمعوني وسمعوني آرائكم في تخزين الكرنب. النهارده باسأل واحدة صاحبتي باقول لها: "إيه رأيِك في تخزين الكرنب؟ بتجيبي الكرنب وتخزنيه؟" قالت لي: "لأ، أنا ما باخزنوش." باقول لها: "ليه؟" قالت لي: "عشان بيجلد معايا." قُلت لها: "طب اسمعي كلامي واتفرجي على الفيديو بتاعي النهارده، صدقيني هتعتمدي الطريقة دي." أنا واحدة من الناس كنتش باحب الكرنب ولا تقطيعه، أنا كنت أحب آكله بس على فكرة، لكن إن أنا أسلقه أو أقطّعه لأ، كان بيضيّع لي وقتي ومجهودي، وبُصّوا بقى وما كنتش كمان باحب ريحة السلق خالص، لكن اعتمدت واتفرّجت على الطريقة دي عجبتني كتير، ومن ساعتها وأنا معتمداها، ولو قدّامي فدان كرنب هاقطّعه وأخلّصه بسرعة. طب تعالوا أقول لكم على الطريقة بتاعتي، بس قبل ده كله ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة كده هنجيب الكرنب البلدي، الكرنب الصابح، ما تجيبيش الكرنب اللي ورقتها منقطة أو مخرمة أو صفرا. بصوا بقى ده وقت تخزين الكرنب. هاتي كرنب كده وقطعي كده زي ما انتي زي ما انا بقطع كده ناحية الراس، هجوفها كده. هاتي السكينة وداير ما يدور كده حوالين الراس لغاية ما تفصليها. أيوة شيليها، هتلاقيها كده مجوفة من جوه، يبقى تمام قوي. أنا هقطع الكرنب ده كده، وبعد كده هقول لكم هنعمل ايه. في مكون هنحطه وفي مكون هنمنع ان احنا نحطه خالص، مش هنحطه نهائي. يعني في مكون هنحطه ومكون ممنوع ان احنا نحطه. انا خلاص شطفت الكرنبايه بتاعتي، جوفتها زي ما انتم ما شايفين كده من ناحية الراس اهو. وجبت الحاجة اللي هاسلق فيها، سواء عندك حلة، عندك طبق زي ده كبير كده يشيل الكرنب، حطي فيه المية وشغلي بوتاجازك وما تخليش المية تغلي. انا عايزة المية تسخن وتبتدي انها تطلع البخار بتاعها كده، ولسه ما تكونش يعني هتبتدي انها تغلي. وهقولك تعملي ايه. اول حاجة هنحطها اللي هي مسموح بيها ان احنا نحطها معلقة سكر. تمام كده، ايوه معلقة سكر. منعا باتا وممنوع خالص تحطي ملح. هو ده السر اللي بيخلي الورقة معاكي تجلد لما بتيجي تسويها. اوعي تحطي ملح خالص. وهنحط معلقة كمون. يبقى المية بس انا بحط فيها معلقة سكر ومعلقة كمون. معلقة السكر دي هتحافظ لي على لونه، هتحافظ لي ان هو تخليه يقرمش ويقطم معايا في البق. شفتوا كده انا فاتحه الكرومبه ازاي من هنا، البخار خلاص ابتدى ان يطلع. هكتم بيه الكرومبايه. ما انتوا عارفين طبعا اللي بيجرب لسعة البخار دي بيبقى سخن جدا، فهو البخار كده هيطلع في قلب التجويفه اللي انا عاملاها دي، هيسلق لي الكرومب من جوه وهيساعد انها تتفكك. شايفين كده. انا هسيبها لمدة دقيقتين، وبعد كده بعد الدقيقتين هقلبها على الناحية التانية، ومش هتكي عليها في السوا لان انا ما ببردش عليها. يعني ايه ما بيبرديش عليها؟ يعني في ناس بعد ما بتسلق بتاخدها تحت الحنفية وبتفتح عليها المية، لا انا بشيلها من مية السلق، ما ببردش، بسيبها تبرد مع نفسها، فما بتكيش عليها في السلق. انا بعتبر ان انا بسلقه نص سلقة، هو بيكمل السلق بتاعه في الصينية. شايفين كده انا ابتديت ان انا هقلب بقى خلاص الكرومبه بتاعتي. بصوا انا شبه مطلعاها مش مسلوقه، يعني حاجه بسيطه اهو. ببتدي بقى اشيل ورقه ورقه وهو بيطلع بايديا اهو. انا باخد بصوا داير ما يدور كده بمسك بالماسك فبيطلع على طول. الورق بيطلع وما بيتقطعش ولا اي حاجه. اوعي تحطي مع ملح. انا قلت لك يا قلب اختك عشان ما تقوليش الكرنب بعد كده طلع مجلد. عايزه الكرنب بتاعك يطلع مقرمش ما تحطيش ملح. بعد كده هتمسكي ورق الكرنب وهترصيه بقى فوق بعضه، وفي ثواني لو قدامك فدان كرنب هتقطعيه. شايفين كده. هبتدي بقى احط كل مقاس قد بعضه عشان لما اجي اقطع بقدر الامكان يطلعوا متساويين ونفس الحجم اهو زي ما انتي ما شايفاني. يا رب يكون طريقة الشرح واضحة كده. هاجي من عند العروق وهقص العروق دي. العروق دي طبعا مش هنرميها، دي كنز، ده انا بحطها في قعر الحلة. بسم الله ما شاء الله، بتخلي لي القعر فله وجميل والمحشي بيطلع حلو
اهو هبتدي بقى اسوي الورق، وايدك وعينيكي ميزانك. يعني انت هتقدري الحجم بعينيكي، وهتقطعي بايديك اللي زي الفل دول، اللي تسلم ايدك. اهو هتعملي الحجم المناسب اللي يناسبك، تحبي صغير تحبي كبير. شايفين انا طالعه كاني مرصصاهم فعلا واحده او فوق التانية، طالعين متساويين. حتى لما تيجي تشيليهم في العلب مش هيبقوا يعني ياخدوا مكان او كده او كلكعه، لا طالعين مفرودين ومتظبطين. تمام. طب هنستخدمه ازاي بقى يا دارين؟ اول ما تطلعيه من الفريزر نزليه في ميه سخنه، اوعي تستني لما يفك. شايفين الورق وجماله بعد ما اتسلق اهو، ما تخليهوش يفك. انت هتحطيه في ميه سخنه على طول، بعد كده تستخدميه. في 3 حاجات ممكن تخزني فيها: العلبه دي اللي انتوا شايفينها مغطى، او الاطباق الفل، او الاكياس العاديه اللي هي بتاعت الكيس بتاعت المكرونه والرز والحاجات دي، كيس التلاجة. شايفين ادي الطبقات اهي فوق بعضيها، الورق كله اهو مرصوص، واخد وضعه كده اهو، مش هياخد، مش مكلكع مش مبهدل. الورقة بسم الله ما شاء الله سليمة معاكي، اللون بتاعه محتفظ بلونه، وهيفضل لو شلتيه كده من السنة للسنة هيفضل نفس الشكل. صدقيني اتبعي الطريقة دي. لو وصلتي معايا لغاية هنا ما تنسينيش في اللايك والتعليق. تعليقك صدقيني بيسعدني قوي. قوليلي انت من اي بلد بتتابعيني، بيشرفني قوي ان انا عارفه انتوا منين. والكومنت بتاعكم ده بيحفزني وبيديني دافع ان انا اكمل واكمل. شايفين كده؟ والله اللهم بارك اللهم بارك. انا سويت منه الكرنب، كان مسكر عسل كده، عسل عسل عسل، وكان طعمه جميل. اتبعي الطريقة بتاعتي ومش هتندمي. لو طلع معاكي حلو ادعيلي، ادعيلي دعوة حلوة من القلب توصل للقلب. وما تنسيش تفعلي الجرس يا ست الكل عشان يوصلك مني كل دي، كل جديد كل دي ايه. يلا قومي اتنشطي وخزني بقى قبل رمضان. زي ما انتي ما شايفة كده، هيسهل عليكي الوقفة. هتاكلي كل يوم كرنب في رمضان اهو، يا جماله يا جميله. شايفين الكرنباية القمر دي؟ اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. وربنا يا رب يتقبل منكم صالح الأعمال.